من هم المستحقين لزيادة 1000 ريال في رواتب الموظفين في السعودية؟ من هم المستحقين؟ يعمل الأمر الملكي السامي على زيادة مقدار 1000 ريال في رواتب بعض الموظفين، حيث يتأهل فئة معينة من العاملين للحصول على هذه الزيادة وفقا لتوجيهات القرار الملكي. وهذا الإعلان أثار ترقبا كبيرا بين الموظفين في المملكة العربية السعودية، حيث تتداول الشائعات بشكل واسع عبر منصات التواصل والوسائط الإلكترونية حول إمكانية زيادة الرواتب لجميع العاملين داخل المملكة. ويشكل الإعلان عن زيادة قدرها 1000 ريال في رواتب الموظفين مصدر تساؤل كبير قبل صرف رواتب هذا الشهر. وتؤكد من صحة هذا الأخبار وتم الإطلاق رابط إلكتروني خاص للاستعلان عن الرواتب والحصول على التفاصيل الدقيقة. يهدف هذا الإجراء إلى تفادي انتشار المعلومات الغير دقيقة وتوضيح الوضع الفعلي. وبالرغم من الشائعات التي تشير إلى زيادة تصل إلى 1000 ريال، فإن الوزارة نفت هذه الأمر وأكدت عدم وجود إعلان رسمي بهذا الصدد أو نية عامة لصرف زيادات في نفقة الدولة. ومع ذلك قد تتم الزيادة لبعض الفئات وفقا للاتفاقات فرديا من أصحاب العمل. ومن الأفضل التحقق من المعلومات عبر الرابط الإلكتروني الرسمي المتقدم من وزارة لضمن الحصول على المعلومات الصحيحة أو من هذه القناة الرسمية. وزيادة المنصة الخاصة بالعمل، وقم بالدخول إلى المنصة المخصصة للاستعلان عن الرواتب بالضغط على الرابط وإدخال البيانات المطلوبة. قم بتسجيل البيانات المطلوبة على المنصة واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة واختيار الخدمة المناسبة. بمجرد الوصول إلى قائمة الخدمات اختار الأيقونة المخصصة للاستعلان عن الرواتب وادخل المعلومات المطلوبة في الصفحة الجديدة المفتوحة بعد اختيار الخدمة المناسبة والتحقق من قيمة الراتب، وستظهر لك قيمة راتبك الشهري على الشاشة بالإضافة إلى أي زيادة قد تكون صدرت لك.